أبو العلاء المعري الشاعر كان متعصبا غاية التعصب لأبي الطيب المتنبي، يعني كان معجب بالمتنبي الشاعر ومتعصب له ما بجامل، حتى قالوا أنه قال: أنا الأعمى الذي قصده المتنبي لما قال: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. قال الأعمى ده ذاته. طبعا ما هو المتنبي بيفخر بشعر يعني، لكن أبو العلاء كان أعمى، وسبب العمى الجدري، أصيب في صغره بالجدري فذهب بصره. قالوا اجتمع مرة في مجلس مع الشريف الرضي، برضو شاعر تاني، وكان هذا متعصبا على المتنبي، يعني هم ضد بعض، هلال مريخ كده، على عالي شويه. ما في هلال مريخ بيتفاهموا كده، ناس كده يقولوا والله لعبت لعب كويس وما بطال وغلبتونا، ولكن نعوضها. لا يقول والله انتوا برضو يعني ما عندكم كده. فواحد بيقول لا دول ما مضروبه ساكت، غشيتوا، ما التحكيم فاشل. الناس انواع يعني. بقى الشريف الرضي ده ضد المتنبي تماما يعني. فجاء ابو العلاء زياره الى الشريف والونس مشت كده، قام الشريف الرضي وقع في المتنبي، قام زماه كده زي شتم المتنبي. ابو العلاء ما قبل، قال له شو الناس دي الشداد كيف؟ قال له لو لم يكن عنده المتنبي ده، لو ما عنده الا القصيده اللاميه لكفى. اللاميه يعني قافيتها شنو؟ لام. فقال اخرجوا هذا الكلب الاعمى من داري. ده من الشريف، الكلب الاعمى ده مرقوم من البيت. قال له الكلب من لا يعرف 70 اسما للكلب في لسان العرب انا اعرفها. قال لي الكلب الما بيعرف 70 اسم، يعني العرب سمت الكلب كم مرة كم اسم، انا عارفين 70. الكلب الما عارفين ده يعني شنو؟ ده يقول له انت كلب يعني كده بيه. بعدين مرقوا ابو العلاء. بعدين بعد ما مرق الشريف الرضي قال لهم اتعرفون ماذا اراد الخبيث؟ قال انتوا عارفين قصد شنو؟ قالوا قصد شنو؟ قال قصد قول المتنبي: واذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل.